في نوفمبر عام 1922 كانت الصحراء ساكنة حتى اخترق صوت سكونها هوارد كارتر وهو يصرخ ويقول: إني أرى أشياء رائعة. حين اكتشف مدخل مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك تغير التاريخ إلى الأبد. منذ ذلك اليوم أصبح نوفمبر شهرا مقدسا في ذاكرة المصريين والعالم، شهر يعيد الحكاية من جديد، حكاية مصر وحكاية الذهب وحكاية الخلود. اليوم وبعد 100 عام بالتمام تعود القاهرة لتختار الشهر نفسه لافتتاح المتحف الكبير GEM، أعظم متحف أثري في العالم وأضخم مشروع ثقافي في تاريخ البشرية الحديث. في تسعينيات القرن الماضي ولدت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في عام 2002، ووضع حجر الأساس في موقع مهيب يطل على أهرامات الجيزة الخالدة. تحت رعاية يونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين أطلقت مسابقة عالمية لاختيار أفضل تصميم معماري، فاز بها تصميم شركة هانيغان بينغ أركايتكس الأيرلندية، والذي استوحى فكرته من أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة لتتلاقى في كتلة زجاجية مخروطة تمثل قلب المتحف. بدأ البناء في مايو 2005 ومعه تمهيد الأرض لموقع يليق بتاريخ مصر. وفي العام التالي أنشئ أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط، قلعة علمية ترمم فيها كنوز مصر القديمة بأحدث التقنيات. افتتح المركز في عام 2010 قبل أن تتوقف الأعمال مؤقتاً لفعل أحداث ثورة يناير 2011. في عام 2016 صدر قرار إنشاء هيئة المتحف المصري الكبير، ثم القانون رقم 9 لسنة 2020 والذي أعاد تنظيمها كهيئة اقتصادية عامة تتبع وزير الآثار مباشرة. في العام نفسه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس أمناء برئاسته يضم نخبة من الخبراء المصريين والدوليين لوضع السياسات والخطط التنفيذية للمتحف. في عام 2021 اكتمل تشييد المبنى العملاق الذي تجاوزت مساحته 300 ألف متر مربع ليضم قاعات عرض هي الأكبر في العالم، ويصبح المتحف المصري الكبير أحد أعظم إنجازات مصر الحضارية في العصر الحديث. يمتد المتحف على مساحة 490 ألف متر مربع، مخصص بالكامل لحضارة واحدة، الحضارة المصرية القديمة. يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، تعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف المقبرة عام 1922. في بهو المتحف يقف تمثال رمسيس الثاني شامخاً في المنتصف كأنه يستقبل الزوار نيابة عن ملوك مصر القدماء. وراءه يمتد الدرج العظيم بمساحة 6000 متر مربع وارتفاع يعادل 6 طوابق، يقود إلى 12 قاعة رئيسية تمتد على مساحة 18 ألف متر مربع تحكي قصة مصر منذ فجر التاريخ وحتى العصور المتأخرة. أما قاعة توت عنخ آمون فتغطي مساحة 7.5 آلاف متر مربع، مجهزة بإضاءة وصوت يحاكيان لحظة اكتشاف المقبرة كما وثقها هوارد كارتر قبل 100 عام. يضم المتحف أيضاً متحف الطفل بمساحة 5000 متر مربع ومدخلاً ضخماً تبلغ مساحته 7000 متر، صمم ليحاكي بوابة المعابد المصرية القديمة. لم يكن المتحف المصري مشروعاً أثرياً فقط، بل مشروع وطني تجاوزت تكلفته مليار دولار بدعم مصري ودولي، وقد حصد المتحف جوائز عالمية كبرى مثل جائزة FIDIC لأفضل مشروع عالمي لعام 2024، جائزة فرساي لأجمل متاحف العالم، شهادة إيدج كأول متحف أخضر في الشرق الأوسط، شهادة آيزو في مجالات الطاقة والجودة والسلامة والبيئة. شبكة CNN وصفته بأنه أعظم مشروع ثقافي في القرن ال21، بينما اعتبرته اليونسكو رمزاً عالمياً للتكامل بين التاريخ والحداثة. لكن عزيزي المشاهد، هذا الصرح ليس مجرد متحف، بل ماكينة اقتصادية عملاقة تتحرك بهدوء خلف الواجهة الأثرية. وفقاً لتقارير أرب نيوز ووزارة السياحة المصرية، يتوقع أن يسهم افتتاح المركز في رفع عدد الزوار إلى أكثر من 18 مليون سنوياً، أي مليارات الدولارات من العائدات، ليس فقط من التذاكر بل من منظومة متكاملة تشمل الفنادق والمطاعم والنقل والصناعات الثقافية. صحيفة فاينانشال تايمز وصفت المشروع بأنه الاستثمار الأذكى في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن القاهرة نجحت في تحويل التاريخ إلى رأس مال حي يعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. ولهذا أعلنت الدولة خطة لتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مركز سياحي متكامل.
يضم متاحف فرعية ومراكز أبحاث ومناطق ترفيهية، ليصبح المتحف المصري الكبير البوابة الاقتصادية الجديدة لمستقبل السياحة في مصر. لماذا نوفمبر؟ قد يتساءل البعض لماذا اختارت مصر افتتاح المتحف في نوفمبر 2025؟ الجواب يحمل رمزية عميقة، فهو الشهر الذي اكتشفت فيه مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، الحدث الذي غير وجه علم الآثار إلى الأبد. وبينما كانت المقبرة رمزاً لانبعاثات التاريخ من أعماق الأرض، يأتي المتحف اليوم رمزاً لانبعاثات الحضارة من قلب الحاضر نحو المستقبل. إنها رحلة من المقبرة إلى المتحف، من باطن الأرض إلى قمة المجد، رحلة تقول للعالم: هنا تقف مصر، حيث يبدأ التاريخ ولا ينتهي. قبل آلاف السنين من المتحف كان الذهب هو لغة المصريين القدماء مع الخلود. لم يكن معدناً ثميناً فقط، بل رمزاً للحياة الأبدية ودم الآلهة كما وصفوه في النصوص القديمة. في المعابد على التيجان وفي المقابر كان الذهب حاضراً دائماً، يتلألأ على وجوه الملوك كأنه وعد بالبعث من جديد. تشير بردية تورين ونقوش وادي الحمامات إلى أن المصريين القدماء استخرجوا الذهب من النوبة وصحراء البحر الأحمر باستخدام أدوات حجرية ومناجم مفتوحة مثل الفواخير ووادي العلاقي. أقدم نظام منظم لتعدين الذهب في التاريخ البشري. حتى المؤرخ هيرودوت كتب في القرن الخامس قبل الميلاد إن ذهب مصر لا يحصى، وهو يجري من جبالها كما يجري الماء. لم يكن الذهب ثروة فقط، بل لغة أبدية بين الإنسان والسماء. لهذا غطى جسد الملك توت عنخ آمون بالذهب، من التابوت إلى القناع والمجوهرات، في رسالة تقول: الموت ليس النهاية، بل عبور نحو حياة أبدية عبر الذهب. اليوم بعد أكثر من 3000 عام يعود ذلك الذهب ليعرض أمام العالم، لكن ليس في المقابر بل في المتحف المصري الكبير، حيث يلمع القناع الذهبي والعربات الملكية والصناديق المذهبة تحت إضاءة تحاكي سكون المقابر، كأن الماضي نفسه يتنفس من جديد. في النهاية يجتمع كل شيء في نقطة واحدة: منجم الذهب، المقبرة، المتحف، والإنسان المصري الذي لا يموت. في نوفمبر 2025 حين تفتح أبواب المتحف المصري الكبير، لن يكون الافتتاح مجرد حدث أثري، بل ولادة جديدة لروح مصر. حين يعود الذهب ليتكلم، وتعود القاهرة لتقول للعالم: نحن لا نعرض التاريخ، نحن نعيد إحياءه.